سنة 2000 دي كانت سنة مميزة، بدأت والناس صايمة وانتهت بشهر رمضان برضه، ووسط كل ده الكل كان قلقان ان الكمبيوتر هيتوقف بسبب مشكلة الألفية. تعالوا نرجعوا مع بعض لورا ونشوف ازاي سنة 2000 كانت مليانة أحداث وتحولات ومفاجآت كمان. يلا بينا. صارت سنة ال2000 وظبط البلد، صارت سنة ال2000 وصلنا على الحدث، ورثنا ورثة كبيرة وعم ناكل فطيرة، وشو حلو حظه اللي بيعيش بسنة ال2000. في آخر يوم في سنة 99 الناس كلها كانت مترقبة إن الساعة تتغير ويبتدوا الألفية الجديدة سنة 2000. العالم كله كان مترقب وخايف من ظاهرة الواي 2 كي. الظاهرة دي باختصار كان كل فكرتها إن كل المعاملات اللي بتتم على أجهزة الكمبيوتر اللي هو كان جهاز جديد وقتها كانت بتتم برقمين عشريين 90 95 99، لكن مع بداية الألفية الجديدة هيبقى سنة 2000 وكذا، يعني 2000 2002 لازم يتكتب بأربع أرقام عشريين. الناس كانت متوقعة إن أجهزة الكمبيوتر هتتعطل وده هيسبب سقوط الطيارات بسبب اختلاف صيغة الوقت وكمان سرقة البنوك، لكن السنة بدأت وما حصلش أي حاجة من الحاجات دي. بعد ما الناس احتفلت برأس السنة ب6 أيام بيجي عيد الفطر اللي بيوافق عيد الميلاد المجيد للإخوة المسيحيين. نزل ساعتها في السينما 4 أفلام في موسم عيد الفطر ده، هم من أهم 4 أفلام في تاريخ السينما المصرية. نزل ساعتها فيلم الآخر ليوسف شاهين، ونزل ساعتها فيلم الناظر لعلاء ولي الدين، وكمان فيلم ليه خلتني أحبك لكريم عبد العزيز ومنى زكي وأحمد حلمي، وطبعا فيلم هلو أمريكا الجزء الثالث من سلسلة بخيت وعديلة. على عكس المتوقع بداية السنة كانت هادية جدا برغم سخونة الأحداث اللي كانت قبلها. نيجي بقى دلوقتي للأحداث السياسية سنة 2000. كانت أول حاجة الانتخابات الأمريكية شهر فبراير 2000 اللي فاز بيها جورج بوش الابن. تاني حاجة كانت تحرير جنوب لبنان اللي قعد محتل لمدة 22 سنة من الاحتلال الإسرائيلي. تالت حاجة كانت وفاة حافظ الأسد اللي مات بعد 30 سنة من حكم سوريا، واللي اتولى بعديه اللي قدامكم في الصورة ده. وآخر حدث سياسي بارز معانا كان وفاة محمد الدرة وهو في حضن أبوه، الحدث اللي أثر في كل الناس في العالم العربي، وده كان من أهم الأسباب للانتفاضة الفلسطينية. نيجي بقى لتاني حاجة، الحياة الاقتصادية في سنة 2000. بالنسبة لمصر كان سعر صرف الدولار ساعتها من 3 جنيه ونص ل 4 جنيه، أما بالنسبة لسعر جرام الذهب كان من 8 جنيه ل 12 جنيه وقتها، في حين إن كانت المرتبات من 200 جنيه ل 400 جنيه في الشهر. طبعا كان في زيادة في الأسعار، لأنك لو سألت أي تاجر ساعتها كان هيقول لك إيه؟ كل سنة وأنت طيب يا باشا، دي الألفية الجديدة مش أنا. نيجي بقى للأحداث الرياضية في السنة دي. ما كانش فيها كأس العالم بس كان فيها حاجات مهمة. كان فيها كأس الأمم الأفريقية اللي فازت بيها الكاميرون. البطولة دي كان فيها مصر، كان في مجموعتها ناميبيا والمغرب والجزائر، وطلعنا من ربع النهائي من فائز البطولة دي ساعتها الكاميرون. وكمان كان في السنة دي يورو 2000 وهدف تريزيجيه الشهير اللي كسب بيه إيطاليا 2-1، وده كان ساعتها الهدف الذهبي واللي هو اتلغى حاليا، ما بقاش موجود الهدف الذهبي. اما بقى الانديه فدوري ابطال اوروبا كان السنه دي كان من نصيب الملكي ريال مدريد اللي فاز على فالنسيا في النهائي 3-0. وفي الدنيا كالعاده الدوري والسوبر من نصيب الاهلي، اما الكاس كان من نصيب الزمالك. تعالى بقى اللي انا بحبه شخصيا، تكنولوجيا. الانترنت في السنه دي انتشر انتشار كبير قوي داخل مصر، وكمان نزل ويندوز 2000 اللي نزل على كل اجهزه الكمبيوتر في الوقت ده. وطبعا بما انها سنه مميزه فلازم ينزل فيها التليفون المميز، تليفون الجبل الحديد اللي ما بيتكسرش، اللي ما فيش بيت ما دخلهوش، موبايل نوكيا 3310. كان موجود في وقتها في مصر شبكتين بس، الشبكه الاولى كليك اللي اشتريتها بعد كده فودافون وغيرت اسمها، اما الشبكه الثانيه اللي كانت موجوده كانت موبينيل اللي اشتريتها الشركه العالميه اورنج وغيرت برضو اسمها. ومش هينفع نقفل السنه دي غير بحدث تاريخي، نزل ساعتها جهاز البلاي ستيشن 2 ونزلت معاه اللعبه الشهيره فيفا 2000 اللي قدروا يغطوا شويه على نجاح لعبه اليابانيه وجهاز بلاي ستيشن 1. نيجي بقى لمسلسلات سنه 2000. اول مسلسل كان مسلسل زينيا الجزء الثاني، طبعا ما كانش بنجاح المسلسل الجزء الاولاني بس كان مقبول، والمسلسل الثاني كان مسلسل اوبرا عايده ومسلسل البحار منى. اما المسلسل اللي انا بحبه شخصيا واللي هتكلم عنه مسلسل اواني الورد. المسلسل ده كان بطوله يسرا وهشام عبد الحميد. المسلسل ده حلو في كل حاجه، من اول الموسيقى التصويريه بتاعته للقصه اللي كانت غريبه وجديده علينا، خطف طفل وتهديد وفيديو، والجو ده ما كانش موجود قوي في المسلسلات، كان ممكن بيتعمل في الافلام. واهم حاجه في المسلسل كان فيه مسابقه، كنت بتتصل على خط ارضي كانوا منزلين الرقم بتاعه، تتصل عشان تختار واحد من الثلاثه تتوقع ان هو يكون خاطف ابن يسرا. طبعا كانت الجائزه ساعتها 1000 جنيه، بس انا اتصلت بحوالي 1000 جنيه، فيا رب ابويا ما يشوفش الحلقه دي عشان ما يعملش معايا مشكله. طبعا سنه بالجمال ده لازم نقفلها قفله حلوه، قفله تليق بيها. بس بيني وبينك كده لما قعدت فكرت فيها قلت لا، ما تتقفلش كده، تتقفل كبيره، قفله تليق بيا.
البومات السنه دي كانت كلها مميزه، حتى الوحش فيهم كان حلو. اول البوم معانا كان البوم تملي معاك، طبعا البلوفر الشهير بتاع عمرو دياب اللي اتباع منه اكتر من مليون قطعه. القلب الطيب لمحمد فؤاد، وافرض لحكيم، دموع بتاعت حماده هلال، ونعناع الجنينه لمحمد منير. دي باختصار حكايه سنه 2000، سنه غريبه وعجيبه فيها احداث خلتها مميزه. بس اللي اغرب واللي اعجب سنه 2002. استنونا الحلقه الجايه.